السلام عليكم، الله يسعد اوقاتكم ان شاء الله بخير وبركه ويسعد اياكم حبايبي الكرام. اليوم جايب رجلين عجل صغير. المكونات: بدنا رجلين عجل، بدنا نص كاسة زيت، ممكن تستعملوا زيت زيتون، ممكن تستعملوا زيت نباتي. بدنا حمص، طبعا ممكن تستعملوا حمص منقوع، ممكن تستعملوا حمص مسلوق. عندي هون 3 بصلات صغار فرمتهم. عندي هون بقدونس، طبعا هي نص جرزة. عندي هون توم 4 اسنان، ممكن تضيفوا اكتر. البهارات طبعا معالق، نص معلقة صغيرة فلفل احمر، زنجبيل، كركم، بذر كزبرة، فلفل اسود، وانا ضفت من عندي هون ربع معلقة هيل، وطبعا ملح حسب الرغبة. هي مكونات اكلتنا. يلا ان شاء الله نبلش فيها مع بعضنا، واكيد حنحتاج مي. ولو عندكم طنجرة ضغط يفضل طنجرة ضغط، لو ما عندكم طنجرة ضغط او طنجرة بخار ممكن تستعملوا الطنجرة العادية، لكن بياكل وقت معكم. يلا نبلش مع بعض. اكيد هلا اول شغلة انا بدي اغسلهم، هدول نضفهم منيح، هنن مشلوطين مثل ما انتم شايفين، مشلوطين ونضاف، بس بدنا نغسلهم بقى بالمي ونجي نعيد عليهم الغسيل. طبعا انا هلا غسلتهم مثل ما انتم شايفين، نضاف مشلوطين وجاهزين. هلا بدنا نجيب طنجرة الضغط ونطبق الاكله مع بعض. ننزل اللحمه او الكرعين هيك. هلا بننزل البصل وننزل البقدونة. طبعا الثوم ما بدي هرسه مثل ما هو. عندي نص كاسة زيت، ممكن تضيفوا زيت زيتون، ممكن تعملوها نص بنص. انا هيك حطيت نص كاسة شاي، كاسة صغيرة هي زيت عادي عفوا. عندي البهارات مثل ما هي منزلها. هلا بنضيف المي، طبعا مي عادية من الحنفية. طبعا حطيناها على الغاز. هلا بنستناها لتغلي وبنغطيها. طبعا انا حطيت معلقة معجون طماطم، ممكن انتم ما تحطوا له معجون طماطم، يعني تخلوه هيك مثل ما هو. هلا طلعت عندي الغلوة، بدي انزل الحمص. انا حطيت حمص منقوع. هلا طلعت الغلوة عندي. هلا بنتركها تقريبا، هلا نعير لها ساعة ونشوف بعد ساعة شو بده يصير معنا. بما انه اكلتنا من المغرب العربي بدها هيك طبق وبالغطا تبعه شيء مرتب. وتعالوا نشوف اكلتنا كيف طلعت. يلا. طبعا ما لحالها عم تحكي، ما انتم شايفين، لحالها عم تحكي. شوفوا حبايبي، هي اكلتنا جاهزة. الله يحفظكم ان شاء الله. اتمنى الفيديو لو عجبكم لا تنسوا من الاشتراك والضغط على زر الجرس والاعجاب. الله يحفظكم. هلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.